Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في هذه الفيديو اللي غتكون على مباراة ديال التعليم. دونك الكونكور ديال التعليم غتلونسا في لو 6 سبتمبر. دونك نمشيو نشوفو الكونكور، الإعلان ديال المباراة. دونك نمشيو لو سيت ديال وزارة التربية الوطنية mam.gov.ma. هذا هو لو سيت ديالهم. دونك نشوفو البلاغات والمذكرات هنا فين كيتلونساو لي كونكور ديال الوزارة. هادو هما، هنا كاين البلاغ، هنا كاين الإعلان ديال ديال هنا سلك تأهيل أطر التدريس يعني ديال الأساتذة، وهنا ديال سلك تأهيل أطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة. نشوفوا البلاغ ديال كونكور ديال الأساتذة كتسمى أطر التدريس. دونك دورة أكتوبر 2024. هنا تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك يوم 5 أكتوبر 2024 في التخصصات المعينة وفق عدد المقاعد أو المناصب المحددة في هنا 4052 مقعد بالنسبة للتعليم الابتدائي أو المزدوج، هنا 5774 بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، وهنا راه فصلوا ما بين الثانوي الإعدادي وبالنسبة للثانوي التأهيلي، و4624 بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي. هنا راه البلاغ راه مشروح فيه كل شيء. لهاد لو بوين هذا اللي هو الانسكريبسيون الكترونيك، غادي تكون ما بين 6 شتنبر حتى ل 23 شتنبر، يعني راه عندكم 17 يوم ديال الانسكريبسيون الكترونيك. خذوا راحتكم في هاد الايام الاولى، راه تيكون الضغط على لو سيت. احنا نجربوا دابا ندخلوا لو سيت، غادي نلقاو ما خدامش، حيتاش لا بليبار كاع الناس تيدخلوا لو سيت، داكشي علاش ما تيخدمش مزيان. دونك ماشي بالضروره تدفع في هاد الاول، وما تخليش عاوتاني حتى لاخر نهار وتدفع. دوز هاد السيمانه بدا الدفع. اهم حاجه واللي على قبل هذا درت هاد لا فيديو، هي انه خاصك ترد البال مزيان فاش تبغي تسجل فسميتو في لو سيت ديال، فاش تبغي تسجل في لو سيت، حيتاش ابسط خطأ غادي ديرو يقدر ما تدوش في الانتقاء. نعطيكم اكزومبل اللي شت بزاف ديال الناس وقع ليهم هذا المشكل هذا وما دوزوش الكونكور ديال التعليم، مالغري كو هما عندهم لا نوت وعندهم جميع الشروط باش انهم ينجحوا في سميتو في لا بري سيليكسيون، باش يطلعوا في لي ليست ديال الانتقاء. وهاد الناس هما صحاب الاجازه في التربيه. المشكل تيكون في لا بري سيليكسيون فاش تبغي تختار نوع الاجازه، حيتاش الناس اللي عندهم اجازه في التربيه، الناس ديال المدارس العليا للاساتذه، لي ناس لي سيف ايتترا، دونك راه تيكون عندهم الحق انهم يدوزوا الكونكور بلا ما تيدوزوا في الانتقاء، دونك اوتوماتيكمون لو سيستيم كيدوزهم باش يدوزوا الكونكور. هذا هو لو بوين اللي بغيت نشير ليه. دونك راه الشروط راه كما كانت، باقي شرط السن كما هو. نمشيو نشوفوا الاعلان ديال المباراة باش نشوفوا بعض المعلومات المهمة. دونك قال لك اولا الترشيح. دونك الترشيح غتكون في هذا لو سيت هذا. دونك ولوج بوان كوف. دونك ماشي مشكل، هذا هو لو سيت فين غادي تدفعوا في التسجيل الالكتروني ما بين 6 شتنبر حتى 23. دونك كتختار الجهة اللي بغيتي تدفع ليها، كترتب هادوك لي سونطر فين غادي تقرا
فين غادي تبع هذيك لا فورماسيون ان شاء الله الا نجحتي بيان سور. اون فوا كيصادقوا لك على الترشيح ديالك، على طلب الترشيح ديالك، صافي راه كتسنى، تتسنى لي ليست ديال البري سيليكسيون يبانو باش انك دوز الكونكور. الكونكور غادي يكون 5 اكتوبر. خاصكم تعرفوا انه كاين الابتدائي، يعني ممكن تدفع الابتدائي اولا كيتسمى المزدوج. وهاد العام فصلوا ما بين الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي، يعني ممكن تختار انت الثانوي الاعدادي باش انك تدفع ليه، وممكن تختاروا الثانوي التأهيلي اولا الليسي. دونك كوليج بوحدو وليسي بوحدو، ماشي بحال داك العام واللي قبل منه تيكون تدفع انت للثانوي وهما تيختاروا لك، كتعين سواء في الاعدادي اولا الثانوي. هنا غادي نشوفوا بالنسبه بالنسبه لاول حاجه، بالنسبه للتربيه البدنيه، شنو قالوا هنا؟ يتم قبول جميع التخصصات على أن يخضع المعنيون بالأمر لاختبار عملي لقياس مستوى أدائهم الرياضي مباشرة بعد اجتياز الاختبار الكتابي. دونك بالنسبة للتخصص ديال التربية البدنية أي تخصص ممكن يدفع ليه. بالنسبة للتخصص ديال الفرنسية والتخصص ديال الرياضيات راه فيهم استثناءات، حيتاش عندهم خصاص بزاف. دونك يتم قبول دونك يتم قبول المترشحات الحاصلين على إجازة في التربية أو الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها. شوفوا الإجازات اللي تيقبلوا، يعني كيقبلوا التخصص التالية، يعني يا إما تكون عندك اللغة الفرنسية، ليسونس في الفرنسية وآدابها، يا إما التواصل بالفرنسية كومونيكاسيون فرونسيز، يا إما علوم الاقتصاد والتدبير يعني ليكونومي جيستيون، القانون باللغة الفرنسية 3 فرونسي، والمسالك العلمية والتقنية، يعني تكون قاري شي مسلك بالفرنسي راه ممكن تدفع المباراة ديال التعليم الفرنسي. وهنا الترشيح ديال الرياضيات، نشوفوا التخصصات اللي كيقبلوا. بالنسبة للرياضيات راه كيقبلوا الرياضيات، المعلوميات، وصحاب الفيزيك. صحاب الشيمي اللي عندهم ليسونس في الشيمياء ما تيقبلوهمش. المهم راه كاينين لي زيكسيبسيون هنا، خاصكم تقراو هاد الشي كامل باش تعرفوا، باش الناس اللي عندهم شي ليسونس وحدة أخرى يعرفوا واش غادي يتقبلوا ولا لا. بالنسبة لملف الترشيح، ها هما الوثائق اللي كيتكون منهم ملف الترشيح، كيفاش أنك تحط الملف ديال الترشيح، كاع المعلومات كاينين في هذا الإعلان. هنا الانتقاء، استدعاء المترشحين، هنا الاختبارات الكتابية، وعلى حساب كاين التخصص ديال المزدوج أو اللي كيتسمى الابتدائي، ها المواد فين كيدوزو، ديداكتيك ديال المواد، وعلوم التربية وكل حاجة والمدة ديالها والمعامل بيان سور. بالنسبة لتخصص الأمازيغيات تا هما كلشي مشروح هنايا. بالنسبة للسبيسياليتي ولا التخصص، مباراة ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ومسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، يعني بالنسبة للكوليج والليسي. كدوزو امتحان ديال التخصص على حسب اش من تخصص تبعتي ليه، كدوز فيه 4 سوايع، والمعامل 20. اختبار في ديداكتيك مادة أو مواد تخصص، يعني الديداكتيك ديال هذيك المادة اللي دفعتي ليها، باغ اكزومبل ناخدو مثلا دفعتي الفيزيك، فيزيك غادي دوز في التخصص 4 سوايع، المعامل 20. وغادي دوز في لا ديداكتيك ديال مادة التخصص اللي هي لا ديداكتيك فيزيك، غادي دوز فيها 2 ساعة والمعامل ديالو 12. وبيان سور امتحان آخر فيه 2 ساعة ديال علوم التربية أو مستجدات علوم التربية، المعامل ديالو 12. يعني إلا خدينا تخصص من الكونكور كيمثل 50%، كتبقى 50% كتقسم على
ديداكتيك ديال لا ماتيير أولا spécialité وعلى علوم التربية. هادشي اللي كاين. بالنسبة قالك الاختبارات العملية، يرتدي المترشح لمباراة ولوج مسلك تأهيل الأسئلة التالية: التناول العدوي، مسلك تأهيل الثانوي تأهيلي تخصص التربية البدنية. الاختبار العملي مباشرة بعد الاختبار الكتابي، يعني كيدوزو شي اختبار عملي اللي هو شي حاجة بخاتيك، يعني حيث يخضعون لقياس مستوى أدائهم الرياضي. كيدوزو شي حاجة مثلا لا كورس ولا شي حاجة، شي اكتيفيتي فيزيك باش يتيستيو ليهم هذوك القدرات الفيزيائية ديالهم. وتعد إقصائية كل نقطة من 10، تقل عن 10 من 20. يعني إلا جبتي أقل من 10 على 20 راه ما غاديش دوز. وتحتسب الاختبارات العملية بنسبة 50% من المعامل المخصص للاختبارات الشفوية. وهاد لو تيست هذا كيمثل 50% من لو تيست أوغال. بالنسبة للشفوي راه هو تا هو مشروح. داك العام كنا دوزنا بحال هكا نيت، كيعطيوك ساعتين، ساعة كدوز فيها الرائز المهني، واحد لو تيست كيكون ساعة 60 دقيقة. كيعطوك دي كيستيون على دي سيتياسيون اون جينيرال في التعليم. كدوزو في بيسي تيكون داكشي غير بحال كي سي ام، كتكورشي وصافي. ساعة أخرى كتوجد فيها واحد الدرس على حساب شنو اختاريتي انت، شنو جا فيك، كيديروا لو تيراج او سور، وانت كتختار شي درس في هذاك في داك التخصص اللي اختاريتي. كتقدمو في واحد 20 دقيقة، كتناقش معاهم واحد 30 دقيقة، والمعامل ديالو 20. يعني الا شفنا المعامل ديال سميتو ديال الشفوي، راه كيمثل 50% مقارنة بالكتابي. حيت الكتابي فيه التخصص، وفيه ديداكتيك التخصص و سيونس ديديكاسيون. صافي هادشي اللي كاين، جميع النقط وكلشي مشروح في الإعلان. قراو هاد الإعلان بشوية عليكم، والله يسر الأمور للجميع. اللي عنده شي كيستيون ما فاهم شي حاجة يخليهم لينا في لي كومونتير، وحنا غادي نحاولوا نجاوبكم على جميع لي كيستيون ديالكم.